الجزائر اخوان انها كتبيع عصابه البوليزاريو في الابواب ولا الجلسات المغلقه. اليوم هذا المستشار الامريكي ديال ترامب انه خرج وقال اشنو كان بينه وبين الرئيس الجزائري في هذه الجلسه هذه. قال الكلام الحقيقي اللي دار بينه وبين الرئيس الجزائري، ولكن هذا الكلام اللي قالوا المستشار الامريكي ما عمرنا ما سمعنا الرئيس الجزائري كيقولوا على العلن. هذاك الشيء اش كنقولوا للجماهير والشعب الجزائري، هذاك الشيء اللي كتسمعوه في العلن راه ماشي بحالو كيكون في الخفاء ولا في السر ولا في الجلسات المغلقه، علاش ما كتسمعوش الحقيقه الكامله. وعصابه البوليزاريو تم بيعها رخيصه مدلوله، لهذا كنا كنقولوا لعصابه البوليزاريو قبلي بهذاك الشيء اللي تيقول المغرب، علاش بعد سنوات هذاك الشيء اللي كيقول المغرب ما غاديش يبقى بصفه نهائيه وتبقاو مجرجرين هذاك الناس ما عندكم في هذيك المخيمات ديال تيندوف. نسمعوا الاخوان شنو قال هذا المستشار الامريكي اليوم. صراحه الا هذا التصريح اللي قالوا المستشار سمعتوه قالوا الرئيس الجزائري، وضعوه لينا في شي فيديو نشوفوا واش الرئيس الجزائري هذاك الشيء تيقولوا في العلن هو اللي تيقولوا في السر ولا لا. ونبداو على بركه الله. تفتتح الولايات المتحده قنصليه في الصحراء الغربيه في الولايه الثانيه للرئيس ترامب. اكيد ان شاء الله هي هذه الصحراء المغربيه، يعني احنا مثل ما بنعرف انه رئيس ترامب اكد على سياده المغرب على الصحراء، وانا قمت بزياره مؤخرا للجزائر، وكان كان لقاء ممتاز جدا مع فخامه الرئيس، وخاصة بما يتعلق بهذا الموضوع. هن يريدون حل جذري وحل نهائي لهذا الموضوع، وأيضا يرحبون بإعادة تحسين العلاقات مع جيران المغربيين ومع المغرب ومع الشعب المغربي ومع جلالة